أخويا كان خاطب واحدة صالونات وكانوا محددين الخطوبة قبل عيد ميلادها بحوالي أسبوع، وطبعا لما اتخطبوا كان لازم أخويا يجيب لها هدية غالية تليق بيه، أصل ده أخويا وأنا عارفاه يحب المنظرة. المهم أخويا كان مقرر إنه هيجيب لخطيبته تليفون غالي، وأنا بصراحة شايفة إنها مش محتاجاه، يعني هي أصلا معاها آيفون لسه شارياه وهو رايح يجيب لها تليفون أغلى منه، وأنا واقفة في النص زي عاطف بالظبط، معايا تليفون نوكيا متداس على وشه. بس تفتكروا هقعد ساكتة كده؟ أكيد لأ طبعا، ده أنا أستاذة في تشغيل الدماغ، وقعدت رسمت الخطة وقلت يلا. كلمتها وبما اننا وهي صحاب اصلا قعدت احكي لها عن خطيبي الاولاني اللي انا فسخت خطوبتي عليه، واخترعت لها موضوع ان هو مره كان عايز يجيب لي تليفون وكده، وانا قبلت وخدته منه، وبعد كده فضل يعايرني بالتليفون ويقول لي ده انا جايب لك احسن تليفون بالشيء الفلاني، وخطوبتي اتفسخت عليه بسبب الموضوع ده. وكل ده طبعا انا بشتغلها والكلام ده ما حصلش، بس قلت لها اني اتعلمت من وقتها لو مخطوبه لواحد وجاب لي هديه حتى لو كانت غاليه ما اقبلهاش منه، عشان ما يفتكرش اني جعانه او هموت عليه يعني. وطبعا انا كنت قصدي اقول لها كده قبل ما تعرف ان اخويا جايب لها تليفون هديه. وبعد كام يوم اخويا رايح يقابلها بالتليفون لقاها بتقول له انها معاها تليفون كويس وما رضيتش تاخده، وطبعا لما رجع كان متعصب. قلت له لو عايز تحرق دمها انا عندي الحل، هي لو عرفت انك اديتني التليفون وشافته معايا دمها هيتحرق، لانها اكيد دلوقتي مستنياك تروح تتحايل عليها انها تاخد التليفون. قال لي تصدقي معاكي حق، بتفهمي يا بت، واخدت منه التليفون اللي بكلمكم منه دلوقتي.